والله إنك لتعجب عجبا حين تجد عددا غفيرا من خصوم الشيخ يهاجمونه هذا الهجوم وهم لا يعرفون اسمه، ما يعرفون اسمه، أعداد كبيرة جدا منهم يسمونه عبد الوهاب. قد تقول هذه مسألة سهلة، عبد الوهاب ولا محمد، هذا دليل على أنهم ما قرأوا كتبه، وهذا الحاصل، فإنه ما كانوا يقرؤون كتبه، فكان يخوف الناس من أدنى قراءة لكتب محمد بن عبد الوهاب. ولهذا لما اطلع على كتب الشيخ عدد من أهل العقل والفهم والحلم تراجعوا عن موقفهم، لأن موقفهم ذاك مبني على أن هذا رجل غير مؤدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمزق كتب علماء الأمة ويسخر بهم ويستخف منهم، ويقول إن الناس منذ 600 سنة كفار، ويقول إنه صاحب الاجتهاد المطلق وإن المرد إليه، وإن على المسلمين جميعا أن يهاجروا إليه في الدرعية، ونحو ذلك من الأشياء التي مجرد أن تسمعها تكره هذا الشخص الذي يحمل عليه هذه الحملة، إلى حد أنه انتشر أن محمد بن عبد الوهاب أتى واستأجر بيتا في المدينة بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد الوصول إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعرض لجسده الكريم، وأن ملك المدينة هكذا يقول هؤلاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال إن رجلا رقيعا خبيثا اسمه عبد الوهاب، ما يعرفون إلا عبد الوهاب، يريد أن ينال من جثتي، وإنه تم القبض عليه وقتل. انتهى محمد بن الوهاب بهذه السخافة وبهذه التبسيط. فكان هناك حملة عجيبة جدا شرسة على الشيخ فيها تصويره هذا التصوير الذي يبغضه من يحب الإسلام أدنى محبة، لكن يأبى الله تعالى إلا أن يظهر الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إنك إذا تأملت إلى المجموعة الكبيرة التي خاصمت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الأمة لا تعرفها نهائيا اليوم ولا قبل اليوم، ماتوا ولله الحمد وانقطع ذكرهم، كخصوم شيخ الإسلام بن تيمية تماما، انقطع ذكرهم وبقي ذكر هذا الإمام مع أنه مات في سجنهم، وكانوا قضاة وأهل فتوى وإليهم الخطب وغيرها، ومع ذلك انقطع ذكرهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.